برد والدنيا رمضان، احترت شو اعمل فطور لليوم. اخذت بنصيحة الشوام وقلت بدي بيضة. عملت الباشا وعساكره، أكلة طيبة وبتدفي. الباشا هي أقراص الكبة المقلية لكن بيكون حجمها أصغر، والعساكر هني طوائل الشش برك، بنحطهم مع بعض باللبن. وقلت عاملة عجينة وعاملة بقلي شوي، وهذا الشكل بسم الله. النهائي. خلينا نشوف الطريقة شايفين؟ والتحضير مع بعض. عندي اول شيء الحشوات. هاي لحمة غنم شوحتها على النار بدون ما اضيف عليها ابدا اي شيء، بس حطيت فلفل وملح. هون شوحت بصلة كبيرة، بدي اضيف قسم منها وخلي جزء للشش برك. راح اضيف داخل الحشوة صنوبر، فيكن تحطوا جوز حسب ما بدكم. راح اخلي شوي مشان التزيين، ممكن نحط جوز مفروم حسب الرغبة. أنا كل مرة بغير. في ناس بتقول إنه لازم نحط جوز داخل حشوة الكبة اللبنية. أنا ما بحس هذا يعني قاعدة، حسب شو متوفر، حسب أنتم شو بتحبوا. في ناس ما بتحط مكسرات أبدا، ما بتحب يعني في شيء هيك يطلع عم يقرط بالأكل أو باللقمة. فأنا حبيت أحط صنوبر. طبعا حاطة فلفل وملح. هيك بتكون عندنا حشوة الكبة اللبنية جاهزة. طبعا اللحمة لازم تكون مدهنة شوي لحتى تكون رطبة داخل العجينة. شايفين ما أحلاها؟ بنجي هلأ لحشوة الششبرك أو هي العساكر. في ناس بتشوح اللحمة وأنا منهم بصراحة، وبتحط بصلة. هالمرة حبيت غير. كتير ناس عم يقولوا إنه اللحمة اللي بتكون هيك فريش ما أنا مطبوخة أطيب. هاي أول مرة رح جرب اللحمة ما أنا مطبوخة. أضيف عليها بس بصلة مقلاي، ما حبيت حطها بصراحة نية. يعني قسمت البيضة بالنص، خليت البصل مقلى واللحم غنم مدهن مثل ما شايفين هون ني. والأتراك كتير بيعملوا هيك شغلات بتكون اللحمة ما أنا مطبوخة مثل المانتي، بيحطوها داخل العجين وبيسلقوها وبعدين بيحطوا عليها صوص. قلت يعني أنا نفس الفكرة، بس هون رح نطبخها باللبن. يعني كل وحدة بتكون نكهة بصراحة. انتوا حسب شو متعودين، حسب شو بتحبوا فيكم تعملوا. انا اليوم قلت بدي اغير وسويها هيك لحمه نيه، يعني رح تستوي معنا ما تاكلوا هم ابدا ابدا. حضيف شوي من الثوم المهروس. هاي الطريقه الشاميه بيحطوا ثوم، فقلت لجرب. رح احط هيك شي سناي يعني مدقوقه مع البصله. كمان رح اضيف كزبره. هيك رح اغير شوي، ما رح كتر كتير كزبره، هدول بدي اخليهم لتقلايه الوجه. كمان نحن الكزبره ما بنقلي بصراحه بحمص. هاي الطريقه الشاميه بتقلايه الباشا وعساكر، وهي اكل شاميه بامتياز يعني. بس كل العالم بتعمل اجتهادات شخصيه، ناس بتحب وناس ما بتحب. رح اضيف رشه فلفل وملح اكيد. هيك بتكون عندنا الحشوه صارت تمام. بخلطها مع بعض. هلا بعد ما دعكتها ببعضها بدي اغطيها ورح اخليها على جنب. اول شيء بدي اشتغل بالششبرك. عندي هون كزبره وثوم، بدي اقلبهم مع شويه سمنه لحتى احطهم تقلاي فوق جاط الباشا وعساكر. واخر شيء هلا عندي عجينه الششبرك، اسهل منها ما في. يعني ما فعلت اني اشتغلها قدامكم، نزلي فيديو بالتفصيل طريقه عمل عجينه الششبرك. شايفين ما احلاها؟ حاطه كاسه ونص من الطحين، عليهم شويه ملح وعجنتهم مي لحتى صاروا بهذا الشكل، وتركتهم بكيس يرتاحوا بالبراد. هلا بدي افردهم على سطح مرشوش بالطحين. نحضر صينيه بنرشها طحين لحتى نحط عليها قطع الششبرك. كمان اخذ قسم افرده، والقسم الثاني رح اخليه على جنب لانه عندي هون البرد ما بيوسع. نخلي الطحين جنبنا، بحال لزقت العجينه بنرجع بنزود. خليني اغلفها بالطحين تمام. بالشوبك بنفردها. بعد ما رقيتها بدي ارجع كمان احط شويه طحين لانه بدي اقطعها حتى ما تلزق العجينه بالخشب. هلا بدي اقطعها. عندي هاي الكاسه بهذا الشكل. بنلم العجين الزياده، خليه مثل ما هو هيك بيرتاح، بعدين بجمعه على بعضه وبشتغل فيه مره تانية. هلا بنوزع الحشوه. هاي الاكله كتير كتير طيبه، انا من عشاقها بصراحه. ما في اسهل من هيك.
رح ساويهم كلهم وارجع لكم لنعمل سوا عجينة الكبة. هلا بعد ما خلصت تشكيل الشيش بركلت عندي هاي الكمية، بدي اغطيهم وعلى البراد نروح لتحضير عجينة الكبة. هلا الكبة عندي برغل ناعم، انا استعملت الاشقر، فيكم تستعملوا العمقي الاسمر او تخلطوا حسب انتو شو متوفر عندكم او شو بتحبوا. انا هذا المتوفر عندي هون 600 جرام، يعني بالعادي بسوي مثلا نص كيلو، بس هالمره زودتهم هيك شوي، بدي اخلي شوي من العجينه مقلي. بدي اغسلهم صولهم كذا مره لحتى نتخلص من الشوائب. انا ما بحب انقع ابدا البرغل، لكن اذا بدنا نعمله بدون ماكينه تنقعوه لحتى تتفتح الحبه ونقدر ندعكه بكل سهوله، بس على الماكينه ما في داعي ابدا ابدا. وهذا برغل ناعم مثل ما شايفين، يعني ما راح كتير نطحنه حتى ما يعجن، يعني وجه واحد ونص. هلا بقول كيف يعني بقصد بالنص. راح اصورهم اغسلهم وبرجع لكم. هلا بعد ما غسلت البرغل، طبعا مي بارده ما بصير مي ساخنه، شوفوا كيف ما في مي ابدا، بنقلبه. 600 جرام من البرغل بلزمنا لهم هبره، عندي عجل 300 جرام. طبعا فيكم تحطوا دجاج او هبره غنم، مهم تكون مانا مدهنه. هلا كوني عامله كبه هيك بقلبها لبن مشان تمسك معنا اكثر، يفضل تدعموها اكثر من كميه الهبره يلي حاطين على البرغل، فلتاخذوا طعمه طيبه حتى ما تسمكوا العجين وبدكم اياه يطلع رقيق ومشدود. نفس الوقت بنصحكم بدل ما تسمكوا العجينه وقتها بدكم تسقطوها باللبن، لا زيدوها بشويه هبره. عندي هون ورك من الدجاج قطعه واحده، يعني قسمتها نصين مثل ما شايفين، هاي قطعه وهي الثانيه، هذا ورك واحد. وزودت هبره، يعني هدول كلهم على بعضهم يلي ضفتهم 100 جرام اضافه، يعني صار عندي 400 جرام هبره ل 600 جرام من البرغل. هو هذا اجتهاد شخصي، فيكم تضيفوه فيكم ما تضيفوه، بس انا بفضل انه ندعم هبره الكبه اللبنيه حتى تطلع طيبه وما نسمكها باللبن، تطلع رقيقه ومتماسكه. هلا بتشوفوا كيف رح يطلع قوامها ورح تستمتعوا فيها. هلا العجينه الكبه المقليه بنحط نص المقدار هبره، يعني 500 جرام برغل بدهم 250 جرام هبره، ومتماسكه ومأحلاها وما في داعي تزيدوها. حتى عجينه الكبه المشويه او الصاجيه او بالصينيه اللي بدكم اياه كله بيزبط معكم، بس الكبه اللبنيه بالذات يفضل انكم تزيدوا هبرتها شوي، تطلع ملحمه تمام متماسكه. وشوفوا يعني ضفت انا كميه بسيطه ما رح كتير تاثر يعني على الجيبه، بس هي فعلا رح تعطي نتيجه غير شكل. طبعا نحن رح نحتاج ماء، يفضل ماء مثلج بارد، لازم الكبه تنعجن بماء بارد او كل شوي نحط لها. ما بدنا اياها تكون ساخنه حتى ما تفرط وتضلها هيك اللحمه او الهبره اللي ضايفينها سواء كان دجاج او لحمه غنم او لحمه عجل، هبره بارده نقدر نشتغل فيها وتضلها هيك متماسكه، وحتى لونها بيصير زهر على الشغل. هلا بنشوف كيف نتائج الماء البارد. مرات بضيف مكعبات ثلج مع العجينه، هالمره رح احط الثلج على جنب وخلي الماء بارد، وكل شوي زود للعجينه وانا عم اشتغل فيها. رح يلزمني حبه بصل لهي الكميه من البرغل بهذا الشكل مقطعه، ورح يلزمنا توابل بس ما رح اضيفهم بهي المرحله. عندي ملح، فلفل اسود، ملح طبعا حسب انتم قد ايه عاملين الكميه. هلا هدول 600 جرام بدهم نصف معلقه مليانه، وفلفل اسود معلقه شاي، كمون كمان ربع معلقه الشاي، وفليفله حمراء. ما كترت فليفله حمراء ما بدي اللبن يتغير لونه، بينما اذا مقليه او مشويه او نكهات تانية زيدوا شوي الفليفله بتطلع كتير طيبه. هلا بنضيفهم المرحله الثانيه. جيني عنا الهبره اللي حطيناها كافيه وزياده، لكن نحن مشان نعمل تشميعه للعجينه من برا وما تفرط تضلها متماسكه يفضل تضيفوا معلقه من النشا، يا بتحطوها داخل المي وانتوا بتشكلوا الكبه، يا اما بتحطوها فوق العجينه وبتدعكوها. وهلا بنشوف كيف. هلا بدي اضيف شوي من الماء البارد بهالشكل هذا، بسم الله نقلبها، بعدين رح اطحنها على
الوجه الناعم مثل ما شايفين. نغرف هلا بعد ما طحنتها دور واحد بحط عليها مكونات الفلفل والفليفلي والكمون والملح. نضيف هلا معلقه النشا كورن فلاور اللي تعمل تغليفي او تشميعه للعجينه. بدعكم مع بعض، بضيف عليهم بس شوي من الماء المثلج. البرغل لازم نضيف عليه المي بالتدريج حتى ما يعجن، وكمان نكتر له مي كتير يصير ما عاد نقدر نشتغل فيه، لا بالتدريج كل ما لقينا نشف شوي ضيفوا له مي. هذا البرغل ناعم فما راح اطحنه كلياته دور تاني، راح اخلي نص من العجين على جنب والنص الثاني راح اطحنه. لكن اذا كان عندكم البرغل شوي خشن طحنوه دورين وثلاثه معلش. وهلا بعد ما دعكتها مع بعضها بدي اقسمها بالنص، بدي اطحن قسم هذا والقسم الثاني رح اتركه مثل ما هو. بدي ادعك العجينه كلها ببعضها حتى احصل على طعمه هيك برغل طيبه. ما بحب اني اطحن البرغل الزياده اذا كان ناعم. شايفين هلا هدول القسمين، وقت قلت لكم بدي اطحن العجين وجهه نص هيك بقصد. هلا القسم الثاني ما مطحون غير مره واحده. شوفوا ما احلاها صارت، شايفين غير شكل. بدي اغطيها وبلش شغل فيها. قبل ما ابدا عجينه الكبه قلت بدي اجهز اللبن. عندي هون نوعين، في نوع تجاري وهذا النوع بيجي محلي. يعني هذا كم يوم وبيخرب، بينما الثاني بيقعد 10 ايام لاسبوعين ما بيصير له شيء. رح ارفع الوجه، هو دسم ما شاء الله، بس يعني بصراحه انا جربت كل انواع لبن هون ما لقيت ولا نوع ظابط للغلي، يعني بالذات فاكلات اللبن قليله حتى اسويها بسبب نوع اللبن. حطيت كيلو ونصف من اللبن المحلي، وهذا التجاري حطيت نص، صار عندي 2 كيلو لبن لانه عامله كميه منيحه من الباشا وعساكره. هلا المطاعم بيضيفوا على اللبن كاسه حليب تعطي طعمه طيبه ونفس الوقت قوام هيك ظريف. ما بصير نحط هون نشا ابدا لانه عندنا عجينه الششبرك فيها طحين، وعجينه الكبه كمان برغل بيعطي سماكه، فحطوا بيضه. بنصحكم لا تاكلوا هم ابدا ابدا، لا رح يطلع لا زفره ولا زنخه ولا شيء. هلا بكسر بالماء البارد وبخلط على الخلاط. انا بالعاده بنزل هذا اللبن على المصفاي مشان اختصر الوقت وسرع، لانه عندي مراحل كتير قلت بعملهم على الخلاط. زوجي رح يحرك لي الله يعطيه العافيه وليغلي اللبن. اللبن اذا حسيناه هيك شوي مقرش ممكن نضربه ضربي على الخلاط وبينعم معنا، وبشوفكم كيف لانه هيك بصير دائما معي. هلا عندي ماء بارد مثلج، جهزت صينيه كمان حطيت لها مشمع، والحشوه جاهزه بارده. بدي هلا ابدا بالعجينه. باخذ قسم مثل ما شايفين بقلبها هيك بايدي، ما كتير تشدوا على البرغل يعني ما تدعكوا زياده بعدين بصير معجن. خلوه هيك متماسك، له طعمه له روح. تمام. هلا باخذ قطعه، وعجينه الباشا بتكون حجمها اصغر من عجينه الكبه المقليه، بنصغرها يعني قد حبه الجوز. تمام. بينما الكبه المقليه قد البيضه خلوها حجمها. بفتحها مثل ما شايفين بهي الطريقه، بحط بالسبابه شوي من الماء وبفتح قلبها وهيك بتصير رقيقه. ما تسمكوها ابدا، ما بتطلع طيبه. يعني انا هي نصيحتي، زودت لكم شوي من الهبره كرمال ما نسمكها. برفع الحشوه وانا عم سكر حتى ما يضل عجين من فوق، خليه كله هيك رقيق. يعني بتستمتعوا فيها ان كانت مقليه او ان كانت بلبن. حتى بكشك كمان بنعملها نفس الشيء، بمسدها هيك بالمي لحتى سطحها يكون كلياته متجانس، ما يصير تعرجات بسبب اصابع الايدين. فيكم تقلوزوها من الجهه الثانيه ويا سلام، هيك عنا بيكون قرص الكبه صار جاهز. ما في اسهل من هيك. شوفكم طريقه ثانيه لحتى تسكروا فيها الكبه. هي بيعملوها المطاعم، في منهم بشكل هيك مثل طيبان التين. شوفوا كيف بعد ما سكرها انا رفعت الحشوه، طول ما انا عم سكر عم برفع الحشوه لفوق، بس بدق سفلة من تحت وبخلي جهه مقلوزه مثل ما واضح عليكم، مسدها بالمي وهيك بتكون تمام. يعني فيكم تعملوا الطريقتين، انا بس حبيت شوفكم لحتى تغيروا اذا حابين غير هذا الشكل التقليدي. عملت شوي مقليه حجمهم اكبر وهدول بلبن. ما شاء الله 600 جرام من البرغل عملوا كميه منيحه. حتى لو زاد معنا عجين عن كميه اللبن ممكن نفرزهم. وهلا خلينا نشوف اللبن شو صار فيه.
هاي اللبن بعد ما غلي بننزل اول شيء عجينة الكبة، لانه هي بتطول اكتر من عجينة الششبرك. بننزل والنار قوية، ما تخلوا النار تكون خفيفة، بعدين بتفتح عجينة الكبة وبيروح عذابنا كله على الفاضي. فما يخلي النار قوية. نحركهم شي بسيط بهالشكل هذا حتى اللبن ما يفقع لبرا. شوفوا كيف العجينة طفحت لفوق، دليل انه عجينة ناجحة. راح خلي هدولي بدي افرزهم، بحطهم بالصينية وبفرزهم، بعدين بحطهم بكياس. ما بحطهم بكياس وبفرزهم هيك بتخرب شكلهم. مشان نحافظ على شكلهم لازم تحطوهم بصينية لحتى يجمدوا، كل قطعة بقطعتها نلمس عليها بكون صارت حجر. بحطها بالكياس وبخزنها لحتى استفيد منها مرة تانية. سبحان الله انا ما كتير عم بحب اعمل هون اكلات لبن، لانه ماني عم لاقي ولا نوع ظريف. شوفوا رغم اني حطيت له بيضة وحطيت له خفقته على الخلاط، بضل فيه هيك المقرش، مو فارط بس شايفين بيعطي هيك مثل الخطرة، غير لبن بلادنا. هلا بنزل عجينة الششبرك، كونه فيها طحين فما في داعي نحط نشا بقلب اللبن. هذا الطحين هو رح يعطي تماسك. لما بدي اعمل شاكرية بحط نشا مع اللبن مشان تعطي هيك تماسك، بينما هذا عجين ونرجع نحط نشا بصير عبارة عن كتلة وحدة. بسم الله يا جماعة، كل شوي هيك حركوا سفل الطنجرة بهالشكل هذا. رح خلي شوي مع عجينة الكبة نسويها لمرة تانية. كمان بنحطها نفس الشيء بصينية أصغر لحتى يجمدوا وقتها بنحطهم بكياس وبنفرزهم. ما بنضل عم نحرك الكبة حتى ما تفرط، بس هيك السفل بيرفق، شايفين؟ حتى ما يلزق شيء بقاع الطنجرة. نتركهم هيك لحتى يستووا. هلا انا نزلت عجينة الكبة بالاول لانها بتطول بالاستواء، بعدين لحقتها بعد كم دقيقة بعجينة الششبرك. بتكون عندنا أكلة الباشا وعساكر جاهزة، بس بقي علينا تقلاية ثوم والكزبرة مع بعض، وبنشوفكم الشكل النهائي آخر شيء. بدي أروح لقلي الكبة. قلت صايرة وصايرة، عملت شوي من الكبة المقلية ممسدها قبل ما احطها بالزيت بشوي من الماء، ما بكتر حتى ما يطرطش. الزيت بحميه مزبوط على نار متوسطة، وبنزل من 4 ل5 حبات بالكتير. لا تكتروا حبات بالزيت حتى ما يبرد معكم على الكمية الكبيرة، بعدين تشرب زيت العجينة بتتقل وبتفتح معكم. بيكون هذا السبب، بيكون زيت غزير مثل ما شايفين ليغمر الكبايات. نار وسط، رفعت لكم الطنجرة لحتى تشوفوا النار، لا قليلة ولا قوية. القوية بتحرق العجين من برا ومن جوا ما بيستوي، القليلة بتفتح العجينة وبتتقل بتطول بالاستواء. نار وسط يعني خير الأمور أوسطها. شايفين بس أخذت لون ذهبي جميل برفعها وبنزل دفعة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا اجا وقت السكب. رفعت انا قطع الششبرك والكبة بعد ما استوى اكيد. وهلا شوفوا اللبن ضربته على الخلاط بعد ما رفعتهم حتى يتجانس بهذا الشكل. لبننا غير، خاصة الغنم. يا سلام، شايفين صار هلا تمام. إذا صار معكم هيك بأنواع اللبن ضربوه على الخلاط بعد الطبخ، يعني حتى لو حطينا نشا ما راح يصير ناعم مثل وقتها بنضربه على الخلاط. بس راح ارفع كم وحده. شايفين الكبايات ما احلاهم، يعني رائع. وهلا التقلاي عندي هون كزبره وثوم وسمنه. بسم الله، نوزعهم بهي الطريقه. اكيد الصنوبر اساسي. يا سلام، هي اطيب باشا وعساكره. الكبه رح صفها. يا جماعة الكبة المقلية حكاية، يعني ذهب من الآخر. إذا عملتوا الباشا وعساكره لازم تعملوا لكم هيك شي صحن كبة مقلية، ما بصير بدونه. وهذا الشكل النهائي من أروع ما يكون. وهلا شوفوا قرمشة العجينة. بس بدي اسمعكم صوت القرمشه للكبه. بسم الله، شايفين بتشهي. ناخد وحده باشا وعساكره. شوف مع بعض استواءها، شايفين لسه ما لقيتها. بتشهي، رقيقة ومانا فارطة، متماسكة،
بس نفس الوقت طريه، يعني مجرد اني المسها دغري بتفتح، ما انا هيك سميكه. لا نشوف، شايفين استواء اللحمه؟ لا استوت. نفتحها لنشوف، شايفين لونها؟ يعني بعطيها 10/10. طعمة الكزبرة كتير طيبة، وحتى اللحمة اللي ما أنا محمسة مسبقا كتير حبيتها، وأسهل وأسرع بصراحة. قلت لكم رح أعمل لكم مجموعة وصفات مع بعض، كونه الفيديو طويل. عملت الباشا وعساكره والكبة المقلية، وهلأ رح نعمل شوربة العدس على الطريقة التركية. في لك كذا طريقة، هي إحدى الطرق. للشوربة بلزمني عدس أحمر، عندي 1.5 كاسة، بدي أغسلهم عدة مرات، تخلص من الشوائب، وهيك بيكون عندي العدس جاهز. بطنجرة على النار عندي هون 20 جرام من الزبدة، رح أضيف عليهم شوي من زيت النباتي. عندي حبة بصل كبيرة مفرومة بهذا الشكل، وعندي كم حبة من الجزر الصغير أو قطعة واحدة تقطعوها، تقلبوها مع بعض شوي. وهلا بنضيف العدس فوقهم، كمان بقلبه لياخد هيك نكهة السمنة. ما في أسهل من شوربة العدس، وطيبة بكل حالاتها. نضيف عليهم هلا ماء عادي ليغمر العدس. لا تكتروا مي بهاي المرحلة وانتوا عم تسووا العدس يا جماعة، يا دوب يغمر مثل ما شايفين العدس. هلا بغطيهم وبتركهم لحتى يستوي العدس وتتفتح الحبة. بعدين بضيف ماء، والماء لازم يكون مغلي. أنا غليته وحطيته هون على جنب حتى يكون جاهز، وضيفه فيما بعد. هلا بعد مرور الوقت أخده 25 دقيقة على نار هادية. شوفوا العدس كيف داب على الآخر وما بقى فيه مي هلا غير شوي. هلا بضيف كمية مي كمان ترجع تغمر العدس. عندي هلا توابل: ملح نصف معلقة، معلقة شاي من الفلفل الأسود، وبابريكا وكمون. بنخلط، رح خليهم يعقدوا شوي. بعد 5 دقايق بدي اجيب هلا الخلاط اضربهم لحتى نعمهم. لازم انه ننعمها. شوفوا قوامها كيف بيكون خشن. مشان ناخذ هيك لون بس حطيت شوية كركم او عقدة صفرة. بعد ما طحنتهم شوفوا كيف صار عندي القوام بشهي. هيك لازم تكون شوربة العدس المضبوطة. المي بالتدريج، ما نحطه دفعة واحدة ونخليه. شوفوا كيف تشكلت طبقة عندي على المغرفة. هيك لازم تكون سماكة العدس متسبك معقد. بدي اقليه بشوية سمنة آخر شيء عند التقديم حسب الرغبة. بنخليه على جنب، يلي بيحب يضيف بيضيف، ما بيحب يتركها هيك خفيفة. بنحط شوي من البقدونس وشوي من الفليفلة. فيكم تحطوا إذا بتحبوا رشة كمون. وهيك بتكون شوربة العدس من أروع ما يكون. تعصروا عليها ليمون، وممكن تقدموا جنبها أي نوع خبز محمصينه أو قالينه، والمحمص بيكون يعني صحي أكتر. إن شاء الله تكون عجبتكم أطباق اليوم ونالت إعجابكم. شوفوا القوام عن جد ما بينشبع منها. ما في أطيب من شوربة العدس. هاي على الطريقة التركية. نحن بسوريا بنعمل نفسها بس بدون إضافة الجزر. وآخر شيء بقليلها بصلة ناعمة مع السمنة. وهيك فيديو اليوم بيكون خلص. بشوفكم إن شاء الله على خير. بتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهي ورمضان كريم.